كيبدا الفيلم ديالنا في موقع لاستخراج النفط في الصحراء، ولكن كانوا كيتعرضوا للسرقة من طرف مرتزقة وفريق صيني تطوع بحماية هذا الموقع، وكيكون رئيسهم هو جاكي شان. والسبب في أنه يكون في هذه المهمة أن بنته مهندسة في نفس الموقع. ولما كيوصل كيتلاقى برئيسة الموقع اللي كتأكد ليه أن الوضع جد خطير، لأنهم برغم الأمن اللي زادوا مازال نفس الحاجة كتتكرر. وهاد العصابة كان بينهم جون سينا اللي كيلعب دور كريس، وكنشوفوا الأخ ديالو كيسألو واش وافق على الخطة باش بهاد المهمة الأخيرة ياخدو ضعف الفلوس. ولكن كريس كيقوله أنه حمق، لأنه كيعارض دخولهم من طريق الموت، لأنها مغامرة كبيرة بحياتهم، وكيخليه يمشي. وكنشوفوه وصل للقرية اللي كيعيش فيها، وكان فيها الماء مقطوع، وواحد من شركة المياه كيخبر كريس أن الماء باش يدخل القرية ضروري يأديو للشركة مبلغ بقيمة $1000. وكنشوفو مرا كتكلم مع كريس وكتقول له منين غنجيبو هاد الفلوس باش ندخلو المال للقرية. وكريس كيطمئنها انه غادي يتصرف. والنهار الثاني كترجع بينا الاحداث لموقع استخراج النفط، ورئيسة الموقع كتسلم حقيبة لمي بنت جاكي وكتأمنها عليها لأنها فيها مفتاح الحماية. وكيركبوا في حافلات، وبالصدفة مي كتركب في نفس الحافلة اللي فيها الأب ديالها، وما كيكونوش متفقين بزاف لأن الأم ديالها ماتت في الوقت اللي كان عنده مهمة وما قدرش يكون معاهم. وهذا الوضع مأثر فيها بزاف. على هكا كل ما حاول يتكلم معاها ويلطف الجو كانت كتصده وما كتعطيش فرصة يحاول يشرح ليها، لأنه كان مرغم وكان في مهمة سرية. وكتجاوبه بعصبية أنه جاي ينقذها باش هكا تسامحه، وكتأكد ليه أن هاد الشي مستحيل يوقع، لأنه حطم قلبها وقلب الأم ديالها. وكيكملوا طريقهم وكيتفاجئوا بعاصفة رملية، وجاكي كيقول وحدة من فريقه ياك تأكدتي أن الجو ما فيهش عواصف؟ وكتقول له بالطبع، وكتأكد ليه أنها ما عارفاش شنو سبب العاصفة. وكيضطروا يكملوا طريقهم وسط العاصفة، وجاكي ما كانش مطمئن وشك أن هاد العاصفة ماشي عادية، بالإضافة لأن الاتصال بينهم وبين باقي الحافلات تقطع. وكيدخل كريس ورجالو على الخط وكيفرقوا جوج حافلات على البقية، وبمهارة وبطريقة سريعة كيسيطروا على حافلة بتكسير الزجاج الأمامي والخلفي. وفي حافلة أخرى وحدة من فريق جاكي في مشاجرة مع واحد من العصابة، ولكن مع الأسف المعركة غير متكافئة وكيرميها لبرا بدون مجهود. وفي الوقت المناسب كتنقذ نفسها من الدعس تحت العجلات وكيخرجوا من العاصفة. وجاكي كيتأكد من سلامة رجاله، ولكن كيتفاجأ أن جوج حافلات اختفاو. وبسرعة كيطلب هليكوبتر وكيركب فيها وبنته معاه، وكيعمل مسح للمنطقة، وهكذا كيعرفوا أن العاصفة مفتعلة وهذا كان كمين. وكنشوفوا البنت اللي نجات من فريق جاكي وكتخبروا أن مجموعة من الأمريكيين خداو الركاب رهائن. وهليكوبتر أخرى كتقدر تشوف العصابة وكتلاحقهم وكيتبادلوا إطلاق النار، ولكن مع الأسف طائرة كتصاب وكتسقط. وكنرجعوا لجاكي اللي كيلقى تاني حافلة، وقبل ما ينزل كتوصيه بنته يرد البال لنفسه. وفعلا كيوصل الحافلة وكيدخل وكيلقى الناس اللي كانوا فيها، وكيعرف انهم اكتفوا ب5 اشخاص كرهائن. وكيكون كريس معصب من خوه لانه ورط نفسه في مشاكل كبيرة. وكيتفاجئ بأوين العامل في شركة المياه واللي هو مور هاد العملية كلها، والهدف أنهم يخطفوا رئيسة الطاقم وياخدوا منها مفتاح الحماية ويسرق كمية كبيرة من النفط اللي كانوا كيستخرجوه من الموقع. وكيفهم كريس أن هاد الأرض صحراوية فيها بترول، يعني بمثابة كنز أو منجم ذهب. وكيخبروا أنه 16 سنة والشركة كيستغلوه وجا الوقت باش ياخد حقه منهم. وكيجاوبوا كريس أنه ما عنده حتى دخل في مشاكله مع شركته، وأنه هو نفذ المطلوب منه. وأوين كيقول له أن التنين هو رئيس شركة الإنقاذ واللي هو جاكي، وأكيد غيجي ينقذ الرهائن. وكيطلب منه يبعد جاكي من طريقه، والمقابل أنه غيجعله أغنى رجل في أمريكا. وكريس أكد ليه مرة أخرى أنه كمل مهمته وباغي فلوسه. وقبل منها خوه كيقول له ما تمشيش حتى ناخدو فلوسنا. وكريس كيقول له انت ما عارفش مع من ورطتي نفسك، من الافضل تنسحب دابا، وكيخليه يمشي. بعدها اوين كيتعصب وكيقول الاخ ديال كريس انه شخص فاشل، وكيضربه بالرصاص وحتى الرجال اللي معاه. وكيطلب من رجاله يرميوهم في شي مكان على اساس ان الصينيين هما اللي قتلوهم. ومن الطائرة جاكي كيشوف كريس وكيقرر يلاحقه، وفعلا كيتلاقاه، ولكن كريس كيقول له جيتي عند الشخص الخطأ. وجاكي كان في قمة الغضب
وقبل ما يتطور الوضع طفل صغير كيتعلق بيد كريس وكيطلب منه يلعب معاه، وجاكي كيمشي وكياخد كريس سيارة وكيمشي عند خوه، وجاكي اللي كان مراقبه كيلحق به باستعمال سيارة من القرية. ولما كيوصل كريس كيتصدم بالمنظر اللي شاف، بحيث لقى خوه مقتول وبسرعة كيتخبى لما كيسمع صوت على برا. ولما جاكي كيدخل كيهجم عليه وكيدخلوا في عراك عنيف. كريس قوي وضخم الجثة، وجاك بحجمه الصغير وحركاته الخفيفة، وكيستمر العراك حتى كيقاطعوهم تجار السلاح اللي كيطالبوا بفلوسهم، وبالغلط كانوا غيفجروا قنبلة والتجار كيهربوا، وجاكي وكريس كيركبوها مرة أخرى وكيجريو يتخباو لأن تجار السلاح طلقوا عليهم كم هائل من الرصاص. ولما مشاو كريس لقى سيارته في حالة مزرية، ولكن بعد هاد الشي كيقرروا يتحدوا وينتقموا بجوج من اوين اللي كيكون وصل الموقع، وكيطلب من المسؤولة تفتح ليه الأجهزة. في البداية كترفض، ولكن كيهددها بالابن ديالها، فكتقول له ان الحقيبة اللي فيها المفتاح ما عندهاش، والابن ديالها كيقول له يستعمل الهاتف ديالها باش يحدد موقع الحقيبة. وهذا الشيء اللي كان. وكنمشيو عند جاكي اللي في القرية مع كريس وكيضحك الأطفال بحركاته البهلوانية. من بعد كيجلسوا يتكلموا شوية، وكريس كيبدي إعجابه بالبنت اللي مع جاكي، ولكن جاكي كيتعصب عليه وكيقول له هاد البنت راها بنتي، من الأفضل تحترم نفسك. وكيشوفوا مذكرات بنته وكيلقى أنها محتفظة بصورته، وكيقرر يشاركوا قصته مع بنته ومراته. وحتى كريس كيفتح ليه قلبه وكيحكي له على الأب ديالو، وكيحسوا بحركة برا وكيمشيو يتحققوا منها، وكيكونوا رجال اوين منتشرين في المكان، واي واحد لقوه في طريقهم كيتخلصوا منه. وكريس قدر بقفزة قوية يعاون جاكي على الجوج اللي كان كيتعارك معاهم، ولكن طاحوا كلهم. وكيحاولوا يكملوا بلغة الإشارة وكيقضيوا على أول واحد، ولكن من بعد ما كيفهمش كريس إشارة جاكي، ولما يأس منه خرج ينقده وقال له أشهد الغباء اللي انت فيه، وأنه مدة طويلة وهو كيقول له عندك موراك. وكريس كيقول له أن هاد الحركة كتعني حاجة وحدة، أني نتصل بك في التليفون. ومن بعد هاد المشادة كيجري ويكملوا المهمة، وكريس كينقد جاك مرة أخرى. ولكن بعد عراك طويل رجال اوين كيحاصروهم، واهل القرية كيواجهوهم ولكن بدون اسلحة نارية غير بالعصي. وكريس كيخاف يأذيو اهل القرية وكيمشي يجيب لهم الحقيبة اللي باغيين، وكياخدها من مي وكيعطيها ليهم وكيمشيو بحالهم. ونهار تاني كريس كيعرف شنو في الحقيبة، وكيفهم انهم ناويين يسرقوا كمية كبيرة من النفط باستعمال انابيب تحت ارضية، وغيملئوا السفن والسيارات ببراميل النفط. وكيقرر يوقف اوين وينتقم منه، وجاكي كيقرر يرافقه، ومي كتبغي ترافقهم وجاكي كيرفض لانه خطر عليها، وكيبغي يحضنها وكتجاهله وكيتحرج. وقبل ما يدير كريس اي تعليق على الموقف، جاكي كيحذروا انه ما ينطق بحتى حرف. وكنبقاو مع مي اللي كتكون عنيده وكتصمم ترافقهم، وكتاخد وحده من سيارات كريس وكتمشي موراهم. اما اوين فكيكمل في الخطه وكيبدا الشحن على السيارات وحتى على السفن باستعمال الانابيب. وكنشوفوا جاكي وكريس وصلوا للموقع، وجاكي كيف تعودنا بسهولة كيتسلق للفوق، ولكن كريس ما قدرش يجاريه في هاد الشي، فكيقرر يكمل طريقه عادي من التحت، وفي طريقه تخلص من العراقيل اللي صادفها. اما جاكي نفس الشي ولكن بطريقة مختلفة، واوين حس بالخطر وكسر المفتاح باش حتى واحد ما يوقف العملية ومشى. وكنرجعوا لجاكي وكريس اللي مستمرين في القتال لان رجال اوين كان عددهم كبير. في الاخير جاكي كيمشي ينقذ رئيسة الطاقم، بينما كريس كيلاحق اوين وكيتصدم بمي جات بسيارته، وخا كان معصب منها قرر يركب معاها باش يقدر يلحق باوين. اما جاكي فكنلقاوه وسط رغوة كتيرة في معركة زالقة كتنتهي برجل العصابات معلق وسط الانابيب، وكينقذ الرئيسة وولدها. وكنرجعوا لكريس ومي اللي قلبات بهم السيارة من جرف عالي، ما وقعت حتى حاجة غير السيارة الله يرحمها. وكريس كان على حافة الغضب، وكيوصل عندهم جاكي بوسيلة نقل صاروخية وكيكملوا المطاردة وكيصطدموا بناقلات النفط. وكريس كيتلاح برا وكيوقع حريق مهول، واوين كينزل من السيارة بعد ما تأكد من موت السائق وكيرميه برا وكيكمل بوحده. وكيستمروا في المطاردة حتى كيصطدموا وكيفقدوا السيطرة، وقدامهم منحدر شاهق الارتفاع، وجاكي كيحاول ينقذ بنته
وكريس معلق وما سمعش جاكي كيقول له ينقز من السيارة، وأوين كيتحبس بين الصخر، ولكن بما أنه حس بساعته قريبة قرر يدي معاه جاكي وبنته. وقبل ما يوقع هاد الشي فكوا الحبل وطاح بوحده. من بعد كيبداو يناديو على كريس وبدون فائدة وكيحزنوا عليه بزاف. وفي نفس الوقت كتلقى مي صورة كتجمعهم مع بعضهم وكتعرف انه عمرو نساهم وكتحضنه بحب. في هاد الوقت كريس كيتعلق في رجل جاكي وكيعاونوه يطلع وكيشكرهم على هاد الشي، وكيخبر مي انه رجل عازب وانه معجب بها بزاف. وجاكي كيتعصب عليه وكيقول له انه ما موافقش لانه مازال ناقصه حاجات كتيره يتعلمها، عاد ممكن يسمح بهذا الشيء. وبأعلى صوتهم كيطلبوا المساعده على امل شي واحد يسمعهم. والملخص ديالنا كيسالي هنا، كنتمنى ينال اعجابكم.